النهارده هنعمل مع بعض بسكوت صيامي بجد يعني حكاية دايب دوب هيبقى رهيب معاك وبدون ماكينة وبدون بيض وبدون زبدة وبدون حليب وهيطلع معاك زي ما انت شايفة كده وبدون كمان ماكينة. هنعملها كده بطريقة سهلة جدا وبجد يعني بسكوت هيطلع معاكوا دايب دوب. تعالوا نشوف الطريقة، بس يا ريت قبل ما نبدأ تشتركوا في القناة لأول مرة بتشوفيني، وما تنسينيش في اللايك يا حبيبة قلبي. كوباية من السمنة وكوباية من السكر وكوباية من عصير البرتقال ونص كيلو من الدقيق المنخول كويس جدا نخلاه مرتين. اهم حاجه في الحلويات ان انت تنخلي الدقيق حلو قوي. ومعايا كوبايه بقى من السمنه الجنه النباتي، بدرجه حراره المطبخ، يعني مش جايباها من التلاجة عشان اقدر ادوبها كويس مع السكر. وكوبايه من السكر الحبيبات. يا ريت بس يستحسن تطحنوه احسن، لان يا ريت تعملوه في الكبه، يعني يستحسن تخلوه سكر بودر، لان البسكوت عايز السكر البودر والحلويات عايزه السكر البودر، بس عشان انا عندي مشكله في الكبه بتاعتي عملته بالحبيبات كده وخد مني وقت جدا جدا وانا بضربه كده في السمنه، يعني بجد خد مني وقت جامد. فيستحسن ليكوا انتوا تعملوه في كبه وتخلوه سكر ناعم خالص، وهياخد معاكم مقدار كوبايه وربع من السكر البودر. ابتديت اقلب لحد ما خليته قوامه فوم كده زي ما انتم شايفين. ضربته جامد 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 لحد ما عمل معايا فوم كده، السمنه مع السكر. ودوبت السكر جامد جامد، لان انت لو ما دوبتيش السكر حلو هيلزق منك في الصينيه ومش هيبقى البسكوت متظبط، وهتحس ان حبيبات السكر تحت بقك كده. معايا بقى كوبايه من العصير البرتقال، كوبايه الا، مع ان انا هحتاج اكتر من الكوبايه. ومعايا نص من التانك ونص من الفانيليا البرتقال. الكيسه ما كانش فيها حوالي الا نص، لان كنت مستخدماها قبل كده. فهي نص من التانك ونص من الفانيليا البرتقال. بصراحه بتدي ريحه فظيعه وطعم رهيب للبسكوت، ويعني ما اقولكوش اجمل من اللبن والحليب يعني بجد جميل قوي عصير البرتقال عصير التانك مع البسكوت. خلاص انا معايا اهو النص كيلو، احط عليهم معلقه ممسوحه من البيكنج باودر او الشيف كيك. انا مستخدمه المره دي الشيف كيك. معلقه ممسوحه واقل كمان، لاني انا عايزه شكل البسكوت يطلع معايا حلو، ما يبقاش يهيش معايا قوي او يفرش مني، فانا عايزه حاجه بسيطه من الشيف كيك. يعني ما تكتريش، يستحسن تحطي نص معلقه او معلقه ممسوحه زي ما انا عملت كده، وثلاث معالق من النشا او معلقتين من النشا. ابتدي بقى اقلب المواد الجافه دي كلها مع بعض. وبعد كده بقى ايه مخلطاه كده، وانزل بالدقيق واحده واحده، مش هنزل بالدقيق مره واحده عشان لو عازت مني سوائل او عازت مني حاجه اقدر اتحكم في الدقيق. ومن دي لدي يختلف يا جماعه، يعني ممكن تعوز منكم سوائل اكتر من كده. يعني هي خدت مني كوبايه العصير البرتقال دي، خدتها وحطيت عليها كمان، هتشوفوا دلوقتي في الفيديو، حوالي نص كوبايه كمان من الميه. زودت على العصير ده نص ميه. ابتديت بقى اخلط كله ببعضه كده زي ما انتم شايفين، واعجن بالمعلقه السيليكون، ومش هتنفع للاخر معلقه السيليكون، هقوم شايل المعلقه السيليكون وهكمل بايدي. هبتدي اقلب كده واخد معلقه معلقه من الدقيق لحد ما الدقيق يتمسك معايا او العجين يتمسك معايا. خلاص كده انا اشيل المعلقه وابتدي اعجن بايدي. وكل ما تعوز مني سوائل اقوم نازله عليها بالعصير البرتقال اللي معايا اللي انا عاملاه. بجد كانت ريحة البسكوت فظيعة بالفانيليا البرتقال والتانك العصير البرتقال. حطيت شوية مية كمان كده في الكوباية خلصت، وحطيت حوالي نص كوباية من المية. وابتديت بقى تتماسك معايا العجينة زي ما انتم شايفين كده، عجينة مرنة وطرية جدا وحلوة ومتماسكة في ايدي مش ناشفة. شايفين العجينة عاملة ازاي في ايديا؟ بجد كانت طرية جدا معايا وانا بشكلها وانا بعملها في الصاج. كانت طرية قوي وحلوة وسهلة معايا، ما كانتش لان هي العجينه كانت طريه، فكنت عارفه اشكلها كويس قوي. انا بدهن الصاج ماده دهنيه زيت او سمنه حسب ما انتوا حابين. انا معايا الازازه دي بقى كانت ازازه جهينه، وقصيتها بالسكينه سخنه كده، وقمت قصاها الحجم اللي انتوا شايفينه ده، وحطيت القمع فيه. كده بتسهل عليا بكتير احسن ما اعمل بالقمع لوحده كده. فمش هنفع، مش هبقى مرتاحه اكتر، ومش هيبقى سهل عليا اكتر زي ما اعمل بالازازه كده. بجد طريقه سهله جدا جدا، والعجينه كانت ما غلبتنيش، لان العجينه كانت طريه وحلوه مش ناشفه، ومكنتش يعني كانت سهله قوي. وطريقتها كانت سهله وبسيطه وحاجه كده سهل عليكي لو ما عندكيش مكنه. بجد دي طريقه سهله قوي. والبسكوت كان طالع معايا بجد جميل. وهقول لكم على سر تسويته يا جماعه، البسكوت عايز نار هاديه خالص لو في فرن البوتاجاز، تسوي على نار 180، ولما يحمر من تحت تحمره وشه من فوق. لو في الفرن الغاز بقى تعمليه على نار هاديه من الجنبين ونار هاديه من تحت. دي تسويه البسكوت يا جماعه، عايزه نار متوسطه، يعني لو عليته قوي هيقوم محروق منك، ولو وطيته خالص هيتاخد وقت كده في التسويه. يعني النار تكون مظبوطه كده.
ابتديت بقى اسوي البسكوت اللي انا عاملاه ده بالسكينه من تحت كده ومن فوق كده بالسكينه كده، واحركه براحتي بالسكينه لانه العجينه كانت حلوه قوي مرنه معايا جدا. عايزه اقول لكم العجينه كانت سهله في ايدي قوي، يعني انا ما تعبتش في عمايله. وخلاص كده انا خلصت، اخدوا مني 3 صجان من البسكوت، يعني حوالي نص كيلو خد مني 3 صجان من البسكوت. وطريقتها كانت سهله، وابتديت اظبط بالسكينه زي ما انتم شايفين كده. خلاص انا خلصت الكميه اللي معايا اهو، وهبتدي بقى اسوي في الفرن. تشكيلته حلوه وطلع شكله حلو، وطعمه كان جميل بجد قوي، وطريقته سهله. هسوي بقى في فرن، انا هسوي في فرن الغاز، ما بسويش في فرن البوتاجاز، لان تسويه فرن الغاز في الحلويات بيبقى حلو في البسكوت بالذات. وتعالوا نشوفوا بقى بعد ما استوى شكله عامل ازاي. عايزه اقول لكم بجد اجمل من ابو بيض ولبن وزبده، وطعمه كان خطير بجد قوي، وريحته كانت قلبة الدنيا. حاجه كده بكوبايه الشاي بقى في الشتاء ده، وكمان صيام كده جميل، حاجه مسكره كده. بجد طريقته سهله وبسيطه. بس تنسوش بقى في تعليق حلو منكم كده لو انتوا لسه مكملين معايا الفيديو، تعليق حلو منكم كده يفرحني. وتعالوا شوفوا بقى البسكوت الخطير ده، بجد بقى خطير. وكوبايه الشاي كده، وتسويته كانت على نار هاديه زي ما قلت لكم، حاجه بسيطه كده، وبجد طلع معايا خطير ودايب دوب. اجرب لكم واحده دلوقتي وهتشوفوا، اكسر لكم بسكوته عامل معايا مقرمش ودايب دوب. عايزه اقول لكم بقى ان الجو اللي احنا فيه ده محتاج بسكوتيه كده بكوبايه شاي. وشوفوا بقى الجمال، بجد يعني عايزه اوريهولكوا دايب كده، بيفرول كده ودايب دوب. بجد طريقته سهله وبسيطه جدا، وحاجه كده يعني في منتهى الجمال من غير اي تكلفه، واقتصادي جدا. بسكوت صيامي رهيب رهيب رهيب. يلا بقى باي باي، واشوفكم في فيديو جديد. وكانت الصاجه التانية دي